الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عوض علي سليمان منصور من قرية اسمها كفر الرفاعي تبع العياط محافظة الجيزة. جيت تبع مكتب مندوب تبع شركة الجزيرة في المهندسين تبع خدمة حجاج، إن أنا أبقى عامل موسمي وأقضي الفريضة في السعودية. المهم ربنا كرمني وسافرت وركبت باص وسوقت وحملت حجاج قبل الحج بحوالي بشهر. ويوم عرفة قدر الله إن أنا حملت إن هو حمل من منى لعرفات، وكانت الحمولة زائدة، كان في الرد الثالث والحجاج كانوا كتير. فقلت للمكتب ده ركاب كتير، قال له ده مالكش دعوة، الشركة عارفة بكده عشان الحجاج يروح على عرفات. المهم الكفر الأمامي الشمال ضرب، قدر الله إن اتقلب الباص على جنبه اليمين. الحمد لله المصابين ما كانش كتير، كانوا 11 مصاب وانا منهم كنت المصابين. حملنا الحجاج وراحوا المستشفى، حتى ما حدش سأل عليا ولا على السواق، وكلهم تعورت تعوره في رجلي وتعوره في ايديا وتعوره في ظهري. والحمد لله الحجاج كلهم خرجوا من المستشفى، والوقت بقي لي 75 يوم ما حدش سأل فيا لا في الشركه اقول لهم اروح، والشرطه وقفت بجواري اللي هي السعوديه وما دنتنيش، بس مش راضيه تديني اذن للشركه ان انا اسافر. ورحت السفاره المصريه يقولوا له بكره بعده، يوم ورا يوم، لحد دلوقتي مش لاقي. سلفت فلوس كتير وعايز اروح وبقي لي فتره، والعماله كلها من الشركه خرجت، والاداره اسالهم يقولوا له يقفل في وش السكه التليفون ولا حدش بيرد عليا. ورحت السفاره كذا مره عشان اقابل السفير او اقابل رئيس العماله، يقول لي خد رقم تليفونه وخد شكوى وقال لي في خلال يوم هنحل لك المشكله. بقي لي الوقت 15 يوم ولا حلليش المشكله لحد الان. وانا الوقت بناشد اي حد يشوفني او يسمع صوتي يقف بجوار، وناشد المجلس العسكري ان يخرجني واروح، ان انا في السعوديه ما همش حابسيني ولا همش. الشرطه قالت لي ما عليكش اي حاجه. ورحت المؤسسه اللي هي تبع المكتب 74 اللي هو تبع الحجاج، قال انت ما عليكش اي حاجه، مش طالبينك اي حاجه، انت مشكلتك مع الشركه، والشركه مش عايزه تخرجنا عشان يقولوا التامينات اما نصرف التامين. طب انا ذنبي ايه في التامين؟ وماليش اي ذنب. وادي ورقه جبتها من النقابه ان انا غير مسؤول بالحادث وماليش اي ذنب، وادوني وختمين لي ختم ان انا غير مسؤول عن الحادث وماليش اي ذنب، وانا بطالب باي حد يقف بجواري. طب مرات السفاره يا حاج، السفاره عملت لك اي حاجه؟ مرات القنصليه اللي تبعنا تبع مصر وعملت لك اي شيء؟ وقفت معاك، قعدتك، قالت لك طلباتك، هنخلصك حاجه؟ بعتوا معاك مندوب؟ السفاره قعدت معايا وخدت اسئلتي وقالت لي سيب رقم تليفونك واحنا هنتصل بيك، واحنا هنتصل برئيس الشركه، اتصل بيهم يقولوا له بكره بعده، ده قافل الجوال، ده مش عارف ايه، ولا بعتوا من. طب تعرف حد منهم يا حاج؟ تعرف اسم منهم؟ اعرف واحد اسمه موظف اسمه عبد الله، واعرف عبد الله ايه بالظبط؟ مش عارف اسمه عبد الله، بس وانا عارف ان هو اسمه عبد الله. ورحت الرئيس اللي هو كمال بيه المستشار رئيس العماله. كمال بيه دوت قاعد على مكتبه ما قامش مثلا قال لك هروح معاك على الشركه اخلص لك مشكلتك؟ عشان دي مشكلتك، عشان انت مصري وقاعد في دوله غير مصر، هيخلصك وهو المسؤول عنك هنا؟ ابدا. حتى بتصل بيه بالتليفون مرات يرد عليا ومرات لا، يقول لي بكره بعد وده قافل التليفون ولا اتحركش، ولا السفاره عملت معايا اي نهائيا. نهائيا. السفاره تبع فرع ايه؟ السفاره تبع فرع في هنا في جده. ما عملتش معاك اي حاجه نهائيا؟ ما عملتش اي حاجه. السفاره المصريه ما وقفتش معاك خالص ولا عملت لي اي حاجه. طب مصدر اكلك وشربك حاليا ايه؟ انا دلوقتي ولا باكل ولا بشرب، بجوع يوم واشبع يوم، بقي لي اكتر من 75 يوم قاعد على كده. ولا الشركه طلبت منها سلف يقولوا لي بكره بعد ما بيدونوش. يعني انت حياتك دلوقتي ولا معاك فلوس ولا بتسلف ولا معايا اي حاجه؟ طب حاجه. ساكن فين وانت دلوقتي شركه سابتك وقالت لك؟ مرات بنام في الحرم ومرات بنام عند اي حد في الشارع، هعمل ايه؟ ما انت كده في الحرم بتنام وتنام في الشارع، ده ما يصحش. ومرات في الحرم بيطلعونا بره، يقول ما تنامش في الحرم، ممنوع، موسم الحج انتهى، كان النوم ايام الحج خلاص انتهى. انت اقامتك هتخلص امتى يا حاج؟ اقامتي فاضل لها 10 ايام وتخلص. طب قول اسمك تاني وناشد المجلس العسكري، ويا ريت يا جماعه اي حد يشوف الفيديو دوت يرفعه عشان الراجل ده يقدر، يعني نقدر نوصله لمرحله الناس كلها تشوف حالته، ونقدر الناس الكبار اللي قاعده على مكاتبها في التكييف تقدر تقف معاه. يعني الناس اللي قاعده على التكييف دي حرام، يعني ما يصحش. اسمي عوض علي سليمان منصور من قريه اسمها كفر الرفاعي تبع العياط محافظه الجيزه. وانا بناشد المجلس العسكري انه يقف بجواري، وان الشرطه مش جايبه علي اي حاجه وقالت لي انت ما عندكش اي شيء ومش مسؤول باي شيء. حتى انا رحت لهم عشان اسلم لهم نفسي، اقول لهم اذا كنت انا عندي ذنب امسكوني، قالوا لي ما عليكش عندي اي شيء، انت مشكلتك مع الشركه. يا جماعه بالله عليكم اي حد يشوف الفيديو ده يرفعه للراجل دوت، هيساعده. هنقدر نوصل الفيديو ده لناس كتير جدا، وهنقدر نعرف ان القنصليات المصريه ما بتعملش لابنائها اي حاجه. الثوره ما غيرتش لسه فينا،
في ناس لسه من الفلول، في ناس لسه قاعده في مكاتبها. الراجل ده بقى له اكتر من 75 يوم نايم في الشارع، ولا بياكل ولا بيشرب، بيتشحت من هنا لهنا، بينام في الحرم. عيب ما يكون مصري قاعد يترمى من هنا لهنا، عيب ما يصحش. مناشد اي حد يشوف الفيديو دوت يرفعه. الراجل ده ملوش ذنب، حادثه حصلت الناس عملت تنازل، يروح بيته ما يقعدش في الشارع. والله العظيم انا مش قادر امسك نفسي. يعني يا جماعه بالله عليكم اي حد يشوف الفيديو دوت يقدر موقف الراجل ده ونرفعه له، بحيث نقدر نوصله للتلفزيون، نوصله للناس كلها تشوفه، تشوف السفارات بتعمل ايه في ابنائها. شوف السفاره المصريه المفروض تقول له ابسط حاجه، تقول له تعالى احنا هنحتويك هنقعدك معانا. للاسف ولا قعدته معاها ولا عملت له اي حاجه ولا ساعدته بفلوس ولا ساعدته باي شيء. المفروض السفاره المصريه تقف مع المصريين في بره، اي سفاره موجوده في اي دوله عربيه اجنبيه تقف مع اولادها، مش يسيبهم مرمين كده. لحد امتى نتهان؟ لحد امتى نتهان بره؟ لو لو السفارات دي ملهاش لازمه تتكنسل خالص، لو القنصليه ملهاش لازمه تتكنسل خالص. بس ما ينفعش الراجل ده 75 يوم الشركه تجيله الاهانه دي. لو اي سفاره ثانيه كانت وقفت معاه وكانت خلصت له مشكلته. مش عارف. رحت الشركه رئيس الشركه قال لي السفاره مش هتعمل لك اي شيء ولا حد يعمل لك احنا مسكنا نمشيك مثلا. ان شاء الله يا حاج الفيديو ده الناس دي كلها هتشوفه، ان شاء الله مشكلتك تتحل. ان شاء الله انا واحد من الناس هرفعهولك، انا هرفعه على طول على صفحتي، والناس كلها اللي على الفيسبوك هترفعه. وزي ما الفيسبوك عمل الثوره المصريه العظيمه، الفيسبوك ان شاء الله برضه هيحاول باذن الله وتنزل بلدك بخير، وان شاء الله خير باذن الله. قول اسمك اخر مره عشان ما تقولش. عوض علي سليمان المنصور، المكتب اللي في القاهره، مكتب فيه المهندسين، مكتب العماله الموسميه لشركه الجزيره. والفرع القنصليه تبع ايه؟ الفرع القنصليه تبع جده. اتمنى من السفير المصري في السعوديه يحل مشكله الراجل ده في اسرع وقت، واتمنى من المجلس العسكري لو اي حد سمع الفيديو ده يشوف البهوات اللي قاعدين على المكاتب. تحب تقول حاجه ثانيه للمخالف؟ انا بس طالب ان انا اروح لاهلي والبيت واروح لمصر.